السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قصة نبي الله إبراهيم، وهي قصة رائعة ومعبرة. هذه القصة يجب أن تدرس في المعاهد الكبرى وفي التخصصات وفي التوجيهات التربوية والتاريخية وإلى غير ذلك. قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه ومع أبيه، والمعاناة التي عاناها كثيرا من أجل ترسيخ التوحيد وإزالة الشرك وعبادة الأصنام. النبي إبراهيم عليه السلام خرج من تلك المعاناة، وماذا قال؟ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نتيجة لإيمانه ولدفاعه عن الحق وعن التوحيد ولإخلاصه لله عز وجل كان مستجابا للدعوة، خرج إلى الهدى، خرج وابتعد عن الشرك. أعطاه الله سبحانه وتعالى وهبه غلام، وهبه من؟ إسماعيل عليه السلام. وتلك العلاقة، والقرآن الكريم يبين العلاقة بين الابن والأب. الابن مطيع، وهب له الله سبحانه وتعالى ابنا ومطيعا. هذا هو جزاء الشكر وجزاء الإيمان وجزاء الدفاع عن الإيمان وعن التوحيد وجزاء الطريق السوي عند الله عز وجل. اللهم أكرمنا بالهدى وبالطريق المستقيم. اللهم هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين